وحرائر فلسطين. يعلمون أن جيدا من باع فلسطين هم أصلا محمود عباس، أول من باعها، ويعرفونها جيدا. يعرفون أحرار فلسطين وحرائر فلسطين أن النظام الجزائري يتاجر بقضيتهم ويستغلها فقط في المناسبات. من إذا أراد النظام الجزائري أن يبيض صورته فيمسك بملف القضية الفلسطينية في خطابات مل منها حتى الشعب الجزائري، خطابات فقط، ولم يدعموا أبدا أو يوما أو ساعة أو دقيقة مقاومة فلسطينية. أتكلم عن المقاومة وليس محمود عباس، وليس عباس بن فرناس. الأموال التي يقول عنها النظام الجزائري أنه يبعث بها إلى فلسطين بالملايين الدولارات، فهذه الأموال يعلم النظام الجزائري أنه يبعث بها إلى السلطة الفلسطينية التي تحولها إلى محمود عباس، وتحول إلى لبنان، وتحول إلى بريطانيا، وتحول إلى أمريكا. من أجل ماذا؟ من أجل فنادق فخمة يشتريها أبناء محمود عباس، ولا يصل إلى المواطن الفلسطيني ولا دولار واحد. والفلسطينيين يعلمون هذا الكلام جيدا أحسن مني، لأنهم هم في الأرض الواقع. لذلك النظام الجزائري لا يخدعك بالتطبيع، وما التطبيع فهو مطبع مع كل الجهات، ضد من؟ ضد شعبه أصلا. طبع مع الروس ومع غير الروس من أجل من؟ من أجل مصالح سياده في الخارج. وضد من؟ ضد شعبه. يتكلمون لك عن ملايير الممليرة التي تدخل إلى خزينة الشعب وأطنان المطنطنة من الذهب في الاحتياط، ولكن قل لهم ما هي عائدتها على الشعب وفي أرض الواقع وعلى المواطن البسيط في الجزائر؟ زيرو، صفر، لا يوجد. وإنما تذهب تلك الأموال لشراء العقارات والأراضي والمصانع، وتحول وتبيض في بنوك وهمية وفي بنوك حقيقية، وحتى في البيتكوين. لمن؟ لأكبر كبار الفاسدين في الجزائر. هذه حقيقة يعلمها كل الشعب الجزائري، حتى من يطبلون لهذا النظام، وحتى مرتزقة هذا النظام، وحتى كل محيط هذا النظام يعلم هذه المعلومة. ولكنهم يوجد العديد من عشق ويعشق العبودية، مثل في كل الدول العربية يوجد فئات تعشق العبودية وتعشق ولا تستطيع أن تعيش بدون سيد، لن تستطيع. لذلك تجدهم في التعليقات يهللون ويمجدون في من؟ في مرتزقة. أما ما يتكلمونه عن البوليزاريو أو ما يسمونه بالصحراء الغربية في الحدود الجزائرية، فالنظام الجزائري يعلم أن هؤلاء ميليشيات يستخدمها النظام الجزائري ويستخدمها المخابرات الإرهابية في الجزائر، تستخدمها لمصالحها الخاصة والشخصية. وفي الحقيقة هؤلاء ميليشيات إرهابية لا تختلف إجراما عن المخابرات الإرهابية عندنا في الجزائر. أما الصور التي يبثونه لكم من المخيمات في الجنوب الجزائري في تندوف بالضبط، ويقدمونهم كصحراويين، فالحقيقة هؤلاء يستعملونها كأذرع بشرية من أجل كسب الاستعطاف، نفس الطريقة التي استعملوها مع إخواننا السوريين عندما نزح السوريين مشردين من طرف بشار الجرو الذي طاردهم وشتتهم وقتلهم وسحقهم ودمر بيوتهم وشردهم بالبراميل المتفجرة. فاستعملهم النظام الجزائري ومخابراته الإرهابية في الجزائر كصورة، خلاهم مشردين في شوارع الجزائر وعلى أرصفة الجزائر. لماذا؟ السؤال لماذا؟ الجواب حتى يكونوا عبرة للشعب الجزائري إذا قرر أن يتحرر، إذا قرر أن يثور، إذا قرر أن يتخلص من العصابة والمخابرات الإرهابية التي أمسكت بالجزائر وخنقتها واستنزفتها. هذه الحقيقة المرة. أما عن من يسألنا ويتساءل عن المسيرات في الحراك الشعبي الجزائري، كيف استخدمت المخابرات الخطة الممنهجة لإيقافها وإيقاف المحرك الذي ظل طائرا منذ استقلال الجزائر العسكري وليس السياسي إلى يومنا هذا، هي منطقة القبائل في الجزائر.
منطقة القبائل الثائرة، أراد النظام أن يشوهها بالانفصاليين وألصق لهم مئات التهم. عندما أراد النظام أن يوقف المحرك فأتى بشاب أعزل، شاب فنان جزائري، وأحرقه أمام العلن وألصق التهمة في منطقة القبائل، أحرقه أمام الكاميرات عن طريق عناصره. هذه هي الخطة الممنهجة والمخابرات الإرهابية التي قتلت 250,000 جزائري بدم بارد. 250,000 جزائري بدم بارد، مستغلة ظرف التسعينيات في الجزائر. فتحت بطون الأمهات وجبدت ونحت منهم الأجنة. شوفوا، نزلوا على اليوتيوب، اكتبوا مجزرة بن طلحة وستشاهدون جرائم ارتكبها هؤلاء المرتزقة لم ترتكبها إسرائيل أو غير إسرائيل. جرائم ارتكبت في حق الشعب الجزائري، اختطفوا حتى قصر وبالغين منذ التسعينيات إلى يومنا هذا لم يظهر لهم أثرا. كم عددهم؟ تجاوز 20,000 مختطف. هذا ما لا تشاهدونه أو لا تسمعونه ربما في منصة أخرى، أو لا تشاهدونه في القنوات التي همها الوحيد هو التطبيل لنظام المرتزقة، وتوحي إلى الشعوب العربية وغير العربية أن هذا النظام وهذه الدولة وهذا اللي غادي إفريقيا والإقليم والقوة الإقليمية وتجمع الفصائل الفلسطينية. هي شردت شعبها وشردت شبابها في البحار والمحيطات، واليوم تقول لك رايحة حتى تجمع الفصائل الفلسطينية. لم تستطع تجمع حتى شعبها، حتى شعبه لما ما قدرش يجمعه. هذه قطرة من بحر ما يحمله أو ما تحمله صدور الجزائريين والشباب الجزائري. خشوا على اليوتيوب وكتبوا مسيرات مخابرات إرهابية، ستجدون الملايين يمشون في المسيرات ويقولون مخابرات إرهابية، لأنهم يعلمون جيدا ما فعلته هذه المخابرات في حق كل الشعب الجزائري بدون استثناء، بدون استثناء. وحقائق وحقائق وحقائق. نرجع إلى التواصل الاجتماعي. تضع المخابرات الإرهابية عدة استراتيجيات. سيطرت على التلفزيونات، فأصبحت كل القنوات بما فيهم القناة الرسمية إلى القنوات الخاصة تطبل وتتلقى الأوامر من أبسط عنصر مخابرات يسيرها تلك القنوات. أبسط عنصر مخابرات يسير كل القنوات ويملي عليهم حتى النشرة الجوية، يملي عليهم يقول لهم كم نشرة جوية تحطوا بكرة، حتى النشرة الجوية يتحكمون فيها. بعدها انتقلوا إلى التواصل الاجتماعي لغرس كل العبابلة، يعني كل عملائهم في التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تيك توك، ذباب إلكتروني رهيب في اليوتيوب، في كل منصة. حتى التيك توك الذي يضم نسبة أو أكبر نسبة من الجزائريين الذين يستخدمون هذه المنصة على التيك توك. وبالتالي لن تدع هذه العصابة تيك توك لناس يعبرون عن آرائهم أو يشتكون معاناتهم، وبالتالي وضعوا شبيحتهم وعملائهم في التيك توك. من أجل ماذا؟ من أجل بردعتهم. وحتى في فرنسا الذين طبعا حتى لما تشوف أنت واحد في الطوب يجبدك، تروح تحوس تفهم ما هو محتواه حتى راه في التوب 1. وبالتالي عندما تدخل إلى المحتوى فستجده يتكلم لك عن الدبابات ويتكلم لك عن الطائرات، ونحن قوة إقليمية، ونحن 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 الفرعونيات الفرعونيات لاستحمار الشباب والمراهقين ولخلق البلبلة والفتنة بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. لماذا؟
لأن الفتنة بين الشعب الجزائري والشعب المغربي فهي تخدم مباشرة نظام المخابرات الإرهابية. كيف تخدمه؟ فغرس الفتنة بين الشعبين ماذا ينجب لك؟ النظام ماذا يستفيد؟ يستفيد وهو التفاف الأغبياء والجهلاء بهذا النظام، ويوحي لهم أن الخطر آتيهم من المغرب. فهنا الأغبياء يلتفون وراء هذا النظام البائس، وبالتالي النظام حقق هدفه. هؤلاء كل محتوياتهم في الطب، هذا اللي كان طالع مع ضحى وسلطي، كل محتوياتهم هذا اللي كان طالع معهم، كل محتواه هو سب المغاربة وسب الأحرار، أحرار الجزائر وحرائر الجزائر والفرعونيات، وهو هارب من هذا النظام يعيش بفرنسا. نتحداه بما أنه يمدحه بكرة وعشية وبالليل أن ينزل ويعيش داخل الجزائر. هو يعلم أنه نظام قمعي، ويعلم أنه نظام ديكتاتوري، ويعلم أن كل ما يتكلم عنه في من إنجازات وغيرها هو يعلم، ولكنه يقبض بالتيك توك يونيفرس وبالأسود، ولذلك هو مكلف بمهمة. لذلك لا يستطيع أن ينزل إلى الجزائر ويعيش مع الجزائريين داخل الجزائر، لكن يمدح نظام العصابات بكرة وعشية. تقول له انزل إلى الجزائر يقول لك ناو. تقول له بصح كنت تقول لنا أن النظام ودولة والدنيا ويوجد في الجزائر ما لا يوجد في سويسرا وألمانيا، انزل عيش في الجزائر. يقول لك ناين، لأنه يعلم أنه يدافع عن مرتزقة ويدافع عن لا شيء، مشاريع وهمية. الجوالات خوتي، تحياتي لكل خوتنا اللي حضروا واللي جاونا من عند ضحى أو اللي جاو من عند سلطي. ومازال لا تنسوا أن عندنا فقط شهر وأيام في التيك توك، أن منصتنا الأساسية اليوتيوب والفيسبوك التي نفضح بها هذه المخابرات تاع الفويوات. كل ما يقال لكم ويقولونه لكم حتى هم لا يصدقونه في باطنهم، لكن الفرعونيات التي غرسها فيهم بومدين وغير بومدين وجماعة لنهبة البلاد هي التي يكررونها ويعيدونها، ويختبئون وراء الشهداء، ربي يرحمهم ويوسع عليهم. يختبئون دائما، حاطينهم في الواجهة حتى يختبئون وراءهم. الشهداء